الفيلم كيبدا في واحد المقبره فيها واحد البنت شاده كتاب سميتو ذا جراند بودابست اوتيل وكتقرا حدا التمثال ديال الكاتب ديالو. من بعد كنرجعوا بالزمان لعام 1985 وكنشوفوا هذا الكاتب ملي شرف كيبدا يعاود للجمهور كيفاش جاتو فكره هذا الكتاب. من تما كنرجعوا مره اخرى بالزمان لعام 1968 ملي كان هذا الكاتب مازال شاب ومشى كيزور فندق جراند بودابست، ولكن كان ديك الساعه قديم وباهت وما بقاتش عنده ديك الشهره ديال زمان. تما كيتلاقى بالمالك ديال الفندق، واحد السيد كبير في السن وغامض سميتو زيرو مصطفى. زيرو كيعرض على الكاتب الشاب يتعشاو بجوج وكيوعدو باش يعاود ليه القصه الكامله كيفاش ولا هو مول هاد لوطيل المشهور. وهنا فين كتبدا القصه الحقيقيه ديال الفيلم. القصه الرئيسيه عام 1932، العصر الذهبي للفندق. كنرجعوا لعام 1932 فاش كان لوطيل في العز ديالو. الشخصيه المحوريه هي مسيو غوستاف اتش، هو الكونسيرج المسؤول الاول على الاستقبال والزبائن ديال لوطيل. مسيو غوستاف ماشي كونسيرج عادي، هو شخصيه اسطوريه انيق بزاف، كيهتم بادق التفاصيل، عنده واحد الكاريزما خطيره وكيعرف كيفاش يتعامل مع الزبائن الاغنياء ديال لوطيل، خصوصا العيالات الكبار في السن، الشقرات والاثرياء اللي كان كيدخل معهم في علاقات. معاه خدام واحد الشاب سميتو زيرو مصطفى اللي هو نفسه المالك ديال لوطيل في الستينات. ديك الساعه كان زيرو مجرد لوبي بوي، خدام صغير في البهواء، لاجئ من واحد الحرب وبلا عائله. مسيو غوستاف كيختارو باش يكون هو المساعد الشخصي ديالو وتلميذو ديالو، وكتنشأ بيناتهم واحد العلاقه قويه ديال الصداقه والوفاء. الحدث اللي غيقلب كل شيء، واحد النهار كتوصلهم خبار باللي واحد السيده عجوزه وغنيه بزاف سميتها مدام دي، اللي كانت من العاشقات والزبونات المقربات لمسيو غوستاف، ماتت في ظروف غامضه. مسيو غوستاف كيهز معاه زيرو وكيقصدوا القصر ديالها باش يحضروا الجنازه وقرايه الوصيه. في القصر كيتلاقاو بالعائله ديالها، خصوصا ولدها الحقيد ديمتري. ملي المحامي كيبدا يقرا الوصيه كلشي كيتصدم ملي كيسمع باللي مدام دي خلات لمسيو غوستاف واحد اللوحه فنيه نادره وغاليه بزاف سميتها صبي مع تفاحه بوي ويز ابل. ديمتري كيحماق وما كيقبلش هادشي، وباش يضمن باللي الثروه كلها غتبقى ليه كيدبر تهمه لمسيو غوستاف وكيلصق فيه جريمه قتل امو. قبل ما يهربوا مسيو غوستاف وزيرو كيسرقوا اللوحه وكيغلفوها. مسيو غوستاف كيتشد من طرف البوليس اللي كيترأسهم المفتش هينكلز، اللي كان كيعرف غوستاف من ايام الطفوله، وكيديروه في واحد الحبس قاصح وخطير سميتو تشيك بوينت 19. في الحبس مسيو غوستاف بفضل الكاريزما ديالو كينجح يكسب صحابو المساجين وكيخطط لواحد الهربه هوليووديه بمساعده اغاتا الخطيبه ديال زيرو اللي خدامه في مخبزه مشهوره. اغاتا كتبقى تفايب كيكات زوينين وكتخشي فيهم الادوات ديال الحفير وكتصيفطهم للحبس. ملي كيهرب غوستاف هو وزيرو كيبداو رحله باش يثبتوا البراءه ديالو، ولكن ديميتلي ما كيجلسش مربع يديه، كيخدم واحد القاتل مأجور خطير ومريض نفساني سميتو جوبلينغ. جوبلينغ كيبدا يقتل اي واحد كيعاون غوستاف، منهم المحامي ديال مدام دي اللي كان باغي يكشف الحقيقه. جمعيه المفاتيح المتقاطعه، باش يلقاو العون مسيو غوستاف كيتواصل مع جمعيه المفاتيح المتقاطعه، وهي واحد الشبكه سريه ديال احسن لي كونسيرج في العالم اللي كيتعاونوا بيناتهم في وقت الشده، وهذا الشيء كيعطيهم مساعده لوجيستيكيه باش يهربوا ويتخبروا. الذروه والنهايه، الاحداث كتوصل للذروه في واحد الدير بعيد فوق الجبل فين كان مخبي واحد السيد سميتو سيرج اكس، هو الشاهد الوحيد اللي يقدر يثبت باللي مسيو غوستاف بريء، ولكن جوبلينغ كيوصل قبل منهم وكيقتل سيرج. كتبدا واحد المطارده مثيره فوق الثلج بالزلاجات، وفي الاخير زيرو كينجح يدفع جوبلينغ من واحد الجرف عالي وكيقتلو باش ينقذ مسيو غوستاف. ملي كيرجعوا للوطيل كيلقاوه تحول توكانه عسكريه بسبب بدايه الحرب. تما في وسط الفوضى كيكتشفوا باللي كانت كاينه واحد نسخه ثانيه من الوصيه ديال مدام دي، كانت مخبيه وملصقه في اللور ديال لوحات صبي مع تفاحه. هاد الوصيه الثانيه كتقول باللي الا تم التاكيد ان مدام دي تقتلات فالثروه ديالها كلها بما فيها الفندق واللوحه غتمشي لمسيو غوستاف، وهكذا مسيو غوستاف كيولي بريء وكيورثو هائله. الخاتمه المأساويه اللي كيعاودها زيرو الشارف. ولكن القصة ما عندهاش نهاية سعيدة تماما. زيرو الشارف كيعاود الكاتب شنو وقع من بعد ما ولات غوستاف كلشي تزوج زيرو بأغاتا. واحد المرة كانوا مسافرين بثلاثة بهم في التران، والجنود ديال النظام الفاشي الجديد طلعوا كيقلبوا الوراق. ملي شافوا زيرو لأنه لاجئ بغاو يعتقلوه. مسيو غوستاف بكل شجاعة ووفاء دافع على الصديق ديالو زيرو، ولكن الجنود جبدوه من التران وعدموه بالرصاص في البلاصة.
من بعد مدة قصيرة أغاتا وولدهم الرضيع حتى هما ماتوا بسبب واحد الوباء. وهكذا زيرو لقى راسو هو الوريث الوحيد ديال الثروة كلها والفندق. وكيتسر الكاتب باللي هو محافظ على اللوطيل ماشي من أجل الفلوس، ولكن كذكرى للعالم اللي مشى، ذكرى ديال أغاتا، وخصوصا ذكرى لصديقه العظيم مسيو غوستاف ايج. الفيلم كيرجع للكاتب الشاب وهو كيكتب القصة، ثم للكاتب الشارف وهو كينهي الحكاية، وفي الأخير كنرجعوا للبنت الشابة في المقبرة وهي كتسد الكتاب، وهكذا كتكمل الدائرة.